السلام عليكم، اهلا بكم في قناة اكلة بسيطة. النهاردة هنقدم الكريب بحشوة الفراخ البانيه. دي انا هعمل تتبيلة الفراخ: فلفل اسمر وملح وكاري وحبة كمون شوية صغيرة وكزبرة ناشفة و- وهحطهم على كوباية دقيق ونص كوباية مية واقلبهم كويس جدا وهركنهم على جنب. وبعدين هعمل الكريب. حطيت 3 كوبايات، كوباية لبن وكوبايتين مية، وحطيت 3 كوبايات دقيق وهضربهم كويس في الكبة. حطيت معلقة سكر ونص معلقة ملح وحبة خل، معلقة خل يعني، وضربتهم كويس في الكبة. وهطلع اصفيهم عشان يبقى ناعمة كده وملمسها حلو. صفيتها اهي جميلة اهي، بسم الله ما شاء الله. هتلاقوها ناعمة جدا. التصفية ديت بتخلي لها قوام ناعم. ديت يا جماعة بقية البهارات اللي انا كنت مخلياها اللي هتبل فيها الفراخ البانيه. لما طلعتها من الخلطة التانية هتبلها هنا هون في ديت دقيق، ونفس البهارات اللي انا حطيتها اول مرة هي هتبلها، ومش هبططها كده، هسيبها يعني من غير ما احط ايدي عليها ولا حاجة. وهحط عليها، هحطها في الزيت، هحمرها في الزيت. بس هي طلعت كبيرة، انا هقطعها حتت صغيرة علشان هتشوفوا حضراتكم دلوقتي ان الكريب طلع مقاسه صغير مع ان المقلاية كبيرة، يعني مقاس تقريبا 26 او 28. ده حمرته لونه ذهبي وجميل اهو. لو وصلتوا لحد هنا يا جماعة متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. هجرب اول واحدة. المقلاية يا جماعة باردة وممسوحة بحبة زيت صغيرين، وبعدين مسحتها بمنديل ورق اهي. واحطها على نار عادية، يعني متوسطة او اعلى من المتوسطة شوية. بس يعني ممكن انتوا تخلوا الكريباية تطيب شوية. يعني انا كنت مطلعاها بيضة على اساس ان انا هعملها جامد تاني لما احشيها احطها على النار تاني واسويها جامد تاني. ودي كمان واحدة هي بجربها مع حضراتكم، لان ما قلبتها وما تصورتش. ديت هصورها وانا بقلبها. هعرف ان هي استوت يا جماعة. هسيبها ما احركهاش ولا اعمل لها اي حاجة. هعرف لما الحروف كده اعرف اتني الحرف كده، ابص الاقي الحرف قب مني كده اهي. تسويته سهلة جدا يا جماعة، مش عايزة اي حاجة اهو. بسم الله ما شاء الله، شكله جميل اهو. هعمل كمان واحدة. هنا يا جماعة المقلاية سخنة، انا ما بردتهاش. بردك طلعت ايه، بصوا عملت الحروف دي. بس يعني انا هسيبها، يعني مش هخليها، يعني عادي، يعني مفيهاش حاجة. واعمل كمان واحدة. بسم الله ما شاء الله. هنا برضك مسحتها تاني بالزيت، ما كانش المفروض امسحها بالزيت. هي مرة واحدة بس امسحها اهي. يعني هي بتتساوى وكل حاجة، بس ايه، يعني انا بقول اللي انا عملته علشان مثلا ما تقعش في نفس الغلطات. يعني هي مش حاجة، يعني عادي اهي. وشكلها جميلة هي ومتسوية اهي. وانا قلبتها على الاسمر ده يا جماعة، دوت فلفل اسمر. نسيت اقول ان انا حطيت فلفل اسمر. لو انت هتعمليه كريب حلو ما تحطيش الفلفل الاسمر، هي نفس الخطوات بس ما تحطيش الفلفل الاسمر. احب افكركم باللي انا حطيته للكريب. حطيت 3 كوبايات دقيق، عليهم كوبايتين ميه وكوبايه واحده لبن، وحطيت معلقه خل ونص معلقه ملح ومعلقه سكر، وضربتهم كويس في الخلاط وصفيتهم. هم طلعوا العدد ده، طلعوا بسم الله ما شاء الله يا جماعه عدد كبير، اكتر من 20 واحده. وانا هنحشيها بالحشوه اللي انا قلت لحضراتكم عليها، اللي هي الفراخ البانيه. دون مايونيز انا اللي عاملاه. حابه انزله لكم يا جماعه ان شاء الله. ما بشتريش حاجه، يعني على قد ما بقدر بعمل اي حاجه في البيت اقدر اعملها في البيت بعملها. كفايه ان انا شاريه الجبنه يعني.
واحط عليها جبنه، واحط عليها طماطم مقطعه، واحط عليها فلفل. عندك فلفل الوان حطيه، انا ما كانش عندي الا فلفل اخضر حطيته وقطعتها كده هعملها زي مثلثات، هلفها مثلثات. حطيت عليها جبنه موزاريلا وجبنه شيدر وهلفها مثلث، بصوا كده يعني. هي هتبقى ملمومه ومش هيطلع منها الحشوه، يعني هنحاول على قد ما نقدر ما يطلعش. بس لو في مقاس مقلايه اكبر احسن، يعني انها طلعت صغيره قوي. هي يا جماعه مشبعه جدا، يعني 2 أو 3 من دي مع اكتر واحد بياكل هتسد معاه يعني. بسم الله ما شاء الله، حلوه. ودي واحده كمان هعملها علشان نعرف نقفلها كويس. حطيت بردك المايونيز، وهحط الجبن، وهحط الفراخ، وهحط فوقها بردك حبة جبنة كمان، وهحط طماطم متقطعة صغيرة جدا علشان هي الكرباية صغيرة اهي. واحاول المها كده وانا بقفلها علشان الحشوة ما تطلعش منها. بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا. لو جربتوا الطريقه دي يا جماعه تنوا تعملوها ان شاء الله بالطريقه دي على طول، خاصه ان القفله ديت مش بتطلع حشوه ولا اي حاجه، وشكلها حلو كده، شكلها شيك كده، جميل كده زي الكريب اللي بيتعمل في المحلات. والله يا جماعه ويمكن طعمه احسن وانضف. يعني انت حاجه عاملاها ببيتك لولادك، حاجه نظيفه. تحطي عليها لبن بقى، ممكن تعمليها كلها باللبن، ممكن تعمليها كلها بالميه زي ما انت عايزه. ممكن تضيفي بيضه مش بيضتين، اللي انت عايزاه. ما تضيفيش بيض خالص، انا هنا ما حطيتش بيض خالص. اهو ديت انا جزء من الكميه اللي انا عملتها اهو. جبت المقلايه تاني اللي عملت فيها ومسحتها مسحه خفيفه بالزيت والمنديل كده، او فرشه او اي حاجه يعني، بسحاب المتوفر عندك. هحطهم جنب بعض عشان ياخدوا لون احمر كده جميل مقرمش. والمده اللي انت تسيبيها عليها اهم حاجه ما تتحرقش، تاخدي بالك منها وتقلبيها. اهم حاجه ان هي ما تتحرقش. هتشوفوا شكلها يبقى جميل ان شاء الله. اهم حاجه ان هي ما تتحرقش. انا قلت يا جماعه في التسويه ان شاء الله اتكوا عليها شويه، ما تطلعوهاش بيضه كده، يعني سيبيها كمان شويه. عملت كل الكميه يا جماعه بنفس الطريقه كده. يا رب وصفه النهارده تكون نالت اعجابكم، واشوفكم ان شاء الله في وصفه بسيطه جديده مع اكله بسيطه. السلام عليكم.